السلام عليكم. انتهى كأس العالم قطر 2022 وترك وراءه الكثير من الذكريات. قبل بداية الفيديو أود أن أشكر جزيل الشكر الأخ سمير القجوعي الذي تكفل بإرسال الفيديوهات من قطر. كنت أمني النفس أن أكون حاضرا بقطر، لكن كان للظروف رأي مغاير. على بركة الله نبدأ حديثنا عن مونديال قطر 2022. هذه النسخة كانت رقم 22 منذ بداية كأس العالم لأول مرة في الأوروغواي سنة 1930. قطر استطاعت أن تبهر العالم بأحد أجمل نسخ المونديال إن لم يكن أجملها على الإطلاق. تنظيم محكم وملاعب خيالية. رغم التشويش الذي كانت تقوم به بعض الجهات، إلا أن قطر أخرست كل أفواه المنتقدين ونجحت في إبهار العالم. وأكثر ما أحببته في قطر هو حفاظها على هويتها وقيم أخلاقها ووضع الوجه الحقيقي لديننا الإسلامي الذي كان دائما ما يشوه من الغرب بطريقة أو بأخرى. نعم، قطر أثبتت أن الدولة العربية قادرة على استضافة كأس العالم وبأبهى الصور. النسخة الحالية توجت الأرجنتين بالنجمة الثالثة بعد غياب عن منصة التتويج منذ جيل مارادونا 1986، ليبقى بذلك اللقب محصورا بين 8 منتخبات عبر التاريخ. يتربع على عرش الألقاب السيليساو البرازيلية ب5 ألقاب، و4 ألقاب لكل من إيطاليا وألمانيا، و3 ألقاب للأرجنتين، ولقبين لكل من فرنسا والأوروغواي، ولقب يتيم لإسبانيا وإنجلترا. أما من ناحية منتخباتنا العربية فالمغرب قد رفع رؤوسنا عاليا وقدم أفضل نسخة لمنتخب إفريقي وعربي عبر التاريخ. وصوله لنصف النهائي كأس العالم لم يسبقه له أي منتخب عربي وإفريقي، لتكون قطر فأل خير على المنتخب المغربي. سجلت في هذه النسخة 172 هدفا، كان النصيب الأكبر منها لكليان بامبي الذي توج بالحذاء الذهبي لهداف البطولة ب8 أهداف. قطر لم تكن مميزة في الملاعب فقط، لكنها كانت جاهزة من كل النواحي، بداية من المواصلات إلى أماكن التسوق ووضع شاشة عملاقة لمتابعي المباريات في مكان تجتمع فيه جميع الجنسيات وبأفضل سبل الراحة. أما أروع امتياز كان لقطر في هذه النسخة فقرب الملاعب من بعضها البعض، فيمكن لشخص ما مشاهدة مباراتين في يوم واحد، وهذا الذي لم نسبق وأن رأيناه في بلد آخر، حيث أبعد مسافة من ملعب لآخر لا تتجاوز 60 كيلومترا. أكبر ملاعب المونديال كان استاد لوسيل بطاقة استيعابية فاقت 88 ألف متفرج. أما أجمل ملاعب هذه النسخة في رأيي الشخصي كان استاد البيت الذي بني على شكل الخيمة العربية الخليجية، دون أن نغفل على ملعب 974 الذي سيفتك كاملا بعد المونديال ويهدى إلى أحد الدول. مرت 92 سنة على أول نسخ المونديال. سأذكركم جميعا أين أقيمت هذه النسخ السابقة. سنبدأ بأول نسخة في التاريخ سنة 1930 استضافتها الأوروغواي، وسنة 1934 أقيم المونديال بإيطاليا. أما سنة 38 900 وألف فأقيم بفرنسا.
توقف كأس العالم 12 سنة بسبب الحرب العالمية، وعاد سنة 1950 بالبرازيل، 1954 بسويسرا، 1958 بالسويد، 1962 بالشيلي، 1966 بإنجلترا، 1970 بالمكسيك، 74 900 وألف بألمانيا الغربية، 1978 بالأرجنتين، 1982 بإسبانيا، 1986 بالمكسيك، و1990 بإيطاليا، 1994 بأمريكا، و1998 بفرنسا، و2002 أول ملف مشترك بين دولتين اليابان وكوريا، 2006 بألمانيا ونطحة زيدان الشهيرة، 2010 أول مرة ينظم بدولة إفريقية، 2014 بالبرازيل، و2018 بروسيا، وهذه النسخة الحالية لأول مرة تقام في دولة عربية، قطر 2022. أما النسخة المقبلة إن أطال الله في العمر فستكون بملف مشترك بين 3 دول، أمريكا وكندا والمكسيك، 2026. وفي النهاية سأقول شكرا قطر على هذه النسخة الاستثنائية، وأنتم ما عليكم سوى أن تدعمونا باشتراك في القناة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. إسماعيل الريف فلوج كان معكم، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.